السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ واش اخبار عائلاتكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال باذن الله. مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا باذن الله اليوم والفيديو ديال اليوم باذن الله غادي يكون تحضير طورطه عيد الميلاد البنيه ديالي. بما ان الطورطه كتكون غاليه ديال عيد الميلاد، نحضروها في البيت بابسط الاشياء وبطريقه سهله وبسيطه. واخا تكوني ما عمرك ما حضرتي الطورطه، بهذه الطريقه وبهذا الفيديو اللي غنشارك معكم غادي تكوني محترفه. غادي نوريكم جميع التفاصيل في الفيديو. المكونات ديالها بسيط بزاف، فقط 3 المكونات. يلا على بركه الله نشوفوا الفيديو ونشوفوا الوصفه مع بعض اللقطات ديال عيد الميلاد. نخليكم مع الفيديو، فرجتكم ممتعه. اول حاجه اخواني اخواتي، نسيت ما قلتهاش في الاول، وهي الشكر لكم بزاف. جزاكم الله خيرا على هذا الشيء، على التشجيع، على اللايكات، على الانضمام الى القناه. شكرا لكم بزاف، راه بلا بكم حتى شي واحد ما غيمشي لشي بلاصه. شكرا لكم بزاف بزاف، راكم في القلب وفي البال. الله يجازيكم بخير. ويلا على بركه الله. وكذلك بالنسبه للناس اللي كينضموا للقناه ديالنا وما تعرفوناش، مليون مرحبا بهم. الناس القدام 100 مليون مرحبا بكم وشكرا للجميع. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنشوفوا في الفيديو تحضير الطورطه مع بعض اللقطات كيف قلت لكم. ما نطولش عليكم، فرجتكم ممتعه وبوسه كبيره. هنا اخواني اخواتي، قبل ما ندخلوا في التحضير كنوريكم الشكل النهائي ديال الطورطه. كتبان لكم 3 وغدا نقطعها من طبيعه الحال هكا تكونوا تعرفوا الشكل النهائي ديالها. المهم هنا كنقطع الطورطه، جات رائعه وجات لذيذه بزاف، احسن من ديال الباتيسري. صدقوني اخواني اخواتي كيف غتشاهدوا في الفيديو، فقط ب3 المكونات. هنا بسم الله غادي نبداو نشوفوا المكونات باش غنحضروا الطورطه. عندنا 8 البيضات. من طبيعه الحال تكون حراره المطبخ 240 غرام ديال السكر السنيده و240 غرام ديال الدقيق الابيض. انا استعملت هذا الخاص بالحلويات ومنسم فانيلا، هادو 2 غرام. ممكن تستعملوا منسم اخر، انا مولفه كندير حتى زهره البرتقال كتجي لذيذه بزاف. المهم هنا ندخلوا في عمليه التحضير. كنشد البيض بيضه بيضه اخواني اخواتي، راه كاين الصهدو كيكون خاسر. كتاخذوا واحد الزليفه وتبداو تحلوا في البيض بحال هذا الشكل وتراقبوه. كل بيضه حليتوها بحال هكا كتراقبوها وتضيفوها في الفول ديال العجانه او الاله فاش غتخدموا. المهم هنا اخواني اخواتي كل بيضه ليها 30 غرام ديال الدقيق و30 غرام ديال السكر. بغيتو ديروا طورطه صغيره طبعا كتنقصوا الدقيق وكتنقصوا السكر، ومن طبيعه الحال العدد ديال البيض حتى هو غتنقصوه. المهم هنا انا ضفت السكر وغنضيف الفانيلا، يعني ممكن تعزلوا الابيض على الاصفر، تخدموا حاجه بحاجه، ولكن حتى هنا غادا تطلع زوينه. المهم هنا كنضيف واحد شويه الملحه لتعديل الذوق. ممكن تستعملوا الضراب الكهربائي عادي، ولكن هذه كتخدم بالوقت. هنا اخواني اخواتي العمليه ضروريه، كندير 10 دقائق ولا ديروا الساعه ولا ديروا التليفون اللي ما عندكمش في الاله ديالكم باش غتخدموا التوقيت. ربما بعد الفيديوهات كتشاهدوهم وما تيقولوش لكم التوقيت. هنا انا كندير ماكس، هي الماكسيموم لاعلى سرعه لمده 10 دقائق. هنا كيف كتشاهدوا راه غير كتكمل 10 دقائق كتسكت الراسه فينيتو، يعني انتهت النهايه. شاهدوا اخواني اخواتي البيض والسكر كيفاش ولات القوام ديالو. كنزول البول بحال هذا الشكل. دابا صافي الماكينه ما غنبقاوش نحتاجوها. كناخذ واحد الاناء يكون شويه متسع ما يكونش صغير باش غادي نخدموا فيه الخليط ديال الطورطه. كنحولوا لهذا الاناء بحال هذا الشكل. بالنسبه للدقيق هذه عمليه ثانيه ضروريه حتى هي، غنستعمل الضراب اليدوي معلقه وغريبيل والدقيق. هاد 200 غرام 240 غرام عفوا ديال الدقيق كنبدا نخدمها بشويه بشويه. حاولوا ولا ما عرفتوش ديروا معلقه صغيره، غتطلب لكم الوقت ولكن الطورطه ديالكم غتجي هائله وغزاله. ضروري من هاد الادوات اللي باش غنخدموا الضراب ومعلقه والغربال. كندير غير شويه الدقيق وكندير على شكل شلال بحال اللي كنغطي الخليط،
وكنخدم بالضراب اليدوي بشويه بشويه باش ما يطيحش لكم الشكل ديال البيض او القوام ديال البيض اللي ضربنا في الاول. كنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه كامله ديال الدقيق، معلقه بمعلقه، وكنغربل وتنخلط بشويه بشويه. كناخذ المول فاش غطيت الطورطه كندهنو بالزبده ونفرش ليه ورق ديال الفرن، راه غير ديروا الزبده كيلصق لكم الورق. كنصفي هذاك الخليط وكنهز الاناء شويه الفوق باش يتكون داك الهواء من الداخل، الخليط كامل من طبيعه الحال. كنقادو هكا وكنخبطو هكا غير شويه 3 ولا 4 الخطرات. وهنا عمليه اخرى ونصيحه مهمه بالنسبه للفرن ديالكم، الا ما عندكمش التوقيت كيف كنقول لكم ديروا المكانه ولا ديروا التليفون. 45 دقيقه لدرجه الحراره 165 على 45 دقيقه كيف قلت في الاول. ما تحلوش على الطورطه ديالكم نهائيا، ديروا التوقيت راه غير كيسالي الوقت كيوقف الفران. كنحل عليها وكنخليها واحد 5 دقائق ملي كتبان ليا طابت حتى كتهبط شويه هكا داك الشكل ديالها يتقاد وما تبقاش منفوخه. صافي وكنزولها ونخليها حتى تبرد تماما. انا خليتها حتى الغد ليه، عاد كناخذ نقطعها على 3 الشرائح. الا عندكم هذاك باش كيتقطعوا مرحبا. انا كندير هذا الموس اللي هو طويل بحال المنشار مع الاستعانه ديال هذيك الخشبه الدائريه كتساعدني. كندور وكنقطع باش يجيو الاطراف مقاده. ديروا غير موس، ديروا خيط، اي حاجه ممكن تقطع. هنا اخواني اخواتي غندوزو نوجدوا الكريمه. هذه راه جات زكراته، يعني راه فيها السكر 500 في 500 حيت عندي الطورطه شويه كبيره، ومنسم ديال الفانيلا. حتى هنايا اخواني اخواتي نصيحه مهمه جدا جدا. انا المهم جميع النصائح باش كنصيب الطورطه كنذكرها في الفيديو، كنتمنى ما ننساش. ومنسم الفانيلا الا ما عندكمش فيها السكر ضيفوا السكر، انا عندي هنا فيها السكر يعني ما غنضيفش، راه حلوه. بالنسبه للمنسم ديروا حتى قطرات ديال الفانيلا اللي بغيتو. انا درت حتى منسم زهره البرتقال حتى هو كيعجبني مع الطورطه. المهم هذه راه غير صغيره، راه فيها غير 2 غرام، غير هي شويه مجهده الفانيلا ديالها. ديروا حتى هذيك ديال 7 غرام، ديروا جوجات باش يلا تطلق لكم شويه النسمه. المهم هنا غادا نستعمل الاله ديال العجين هذه ديال الضراب ديال البيض. هنا الوقت غندير 5 دقائق والسرعه غنديروا ليها 4.5. المهم هنا قادوا الماكينه ديالكم كيف قلت لكم، التليفون ولا المكانه كلشي عندنا التليفونات كلشي فيهم السوايع، حتى واحد ما يقول لك الساعه ما غاديش نعرف. المهم هنا تحترموا باش ما تجراش لكم الكريمه الا ضربتوها بزاف. المهم هنا راه درت 4.5. صافي هنا كدوز 4.5 هي كتسكت راسها. صافي كنزول الكريمه. ممكن تضربوا بيديكم عادي جدا، غير هي كيطلب شويه الوقت وشويه الخاطر بالنسبه اللي بغى يصيب طورطه في الدار. المهم هنا كنفرش واحد الورق. هنا اخواني اخواتي اعتذر راني حطيت واحد الرشاشه ديال البلاستيك باش كنعمر في السيرو، راه دات ليا البنيه خباتها ما عرفتش فين دارتها. المهم انا غادا نقضي بالموجود بمعلقه. المهم هنايا كنسقي الطرف مزيان التحتاني مزيان، راني ما كنصورش بزاف، خاصو يتسقى باش ما يجيكمش ناشف ويجيكم كارم. كديروا الكريمه وكديروا الطبقه الثانيه وكترشوها مزيان بشويه بشويه، وكديروا الطبقه الاخيره كتغطيوها مزيان بالكريمه. استعملوا شي سباتولا عندكم باش تغطيو الطورطه ديالكم تتولي كلها بيضه بحال الثلج. انا عندي هاد المعينات هذه كيساعدوني ديال الطورطه. صافي وبشويه بشويه حتى كتغطى كامله. ملي كنغطيها كنجر هاد الورق ديال الفرن في واحد الطبيسيل وكندخلها الثلاجه، نخليها تبات في الثلاجه حتى تقبط ليا شويه في راسها، عاد نخرجها نزينها. الغد ليه قبل التقديم خرجت الطورطه من الثلاجه لقيتها قبطات في راسها، زينتها برقائق اللوز حتى هما صيبتهم في الدار، يعني غير شويه اللوز مفسخ قطعته على شكل رقائق ودخلته الفران تحمر وزينت به، وشويه الفواكه ودرت فيها داك الرقم اللي هو شحال من عام عند البنيه ديالي. صافي وكنقدمها هكا للضيوف. طفات البنيه الشميعه من طبيعه الحال ودارت التصاورات ودزنا قطعنا الطورطه. صافي انا بغيت نشارك معكم فقط طريقه التحضير، اما التزيين ماشي ضروري، كل واحد يزين باش ما بغى.
المهم هنا راه كنقطعوا في الطورطه. نتمنى هاتنا الاعجاب ديالكم، ونتمنى الشرح الممل ديالي في الفيديو الى الاعجاب ديالكم. كانت الحفله رائعه، نتمنى هاتنا الاعجاب ديالكم. رجعت للبلايصه هنايا باش نسلم عليكم. نتمنى هذا الفيديو الى الاعجاب ديالكم، كذلك الحفلتنا الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لايك طبعا الفيديو اللي عجبكم، والبارطاج مع الاهل والاحباب. اللي باقي ما شاركش يشارك، مليون مرحبا به. شكرا للجميع، شكرا على المشاهده، شكرا على المتابعه. دمتم في امان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم جميعا.